ورحنا في منطقه اسمها الفجيره في جنوب الامارات، لان بعديها البحر، فالشمس بتطلع من ورا البحر، مفيش اي عوائق، لا جبال ولا شجر ولا بنايات. وبدانا نصور. عسكرنا في الحقيقه اخر 10 ايام في رمضان، ويوم قبليها ويوم بعديها، لان في السنه دي كان في اختلاف كبير، كان في اختلاف 3 ايام على بدء رمضان ما بين الدول الاسلاميه. وقعدنا كل يوم بعد ما نصلي الفجر نروح نقعد على الشاطئ ونبدا نصور الشمس وهي طالعه، ومعانا كل هذه الاجهزه. فضلت كل الايام نفس الوتيره بالظبط، الشمس طالعه باشعه حارقه ما نقدرش نبص لها بعينينا اكتر من 3 ثواني. الاجهزه بتقول لي ان الشمس ليها اشعه، الحراره عاليه والرطوبه عاليه، لحد ما جه يوم لقينا ان كل حاجه سبحان الله اتغيرت. الشمس بقت طالعه من غير اشعه، شايفينها بعينينا وشايفينها في الاجهزه بتاكد لنا هذا الكلام. الحراره نزلت 7 درجات والرطوبه نزلت 25 درجه. اذا ده كان ليله القدر. احنا شايفين قدامنا دلوقتي دي الشمس فيها طالع منها الاشعه، ده يدل ان ده ما كانش صبيحه ليله القدر. في يوم 29 رمضان كان المنظر كده زي ما احنا شايفينه قدامنا دلوقتي بعينينا وبالاجهزه. الشمس طالعه ملهاش اي اشعه حواليها، كما في الحديث الشريف كالقمر، وفي حديث اخر كالطست، يعني زي الطشت، يعني شايف الحدود بتاعتها. في الايام العاديه ما حدش ابدا يقدر يشوف حدود الشمس. وبعدين دي بالكاميرا الديجيتال الرقميه مطلعه لي 32 بيان قدامي. اللي يهمني الالوان دي الاشعه بتاعت الشمس. يهمني قوي اللون الاحمر. الكتف الاول ده معناه الشمس، والكتف الثاني ده معناه الاشعه بتاعت الشمس. الكاميرا شايفاها. في اليوم ده طلع المنظر كده، الكاميرا شايفه الشمس قدامها ومش شايفه لها اي اشعه ليها. اذا ده ثبت بالاجهزه العلميه اللي غير المسلمين هم مخترعينها ان في ليله بتخرج الشمس من غير اشعه. مين من 1433 سنه يقدر يقول كده؟ معقوله الاف الاقمار الصناعيه والمراصد ما شافتش كده؟ ولا هم رصدوا كده لكن ساكتين عليه لان ده بيتكرر في رمضان طبقا لما ورد في القران الكريم؟ اللي الواحد بيتمناه ان زي لما بيعلنوا عن خسوف او كسوف تلاقوا العلماء يسافروا لاقاصي الدنيا، نيوزيلندا والاسكا وغيرهم، بالاجهزه عشان يرصدوا الخسوف والكسوف. اتمنى ان هذا الموضوع ينتشر، وان الناس برضو ترصد هذه الظاهره. من سنه 2004 لحد 2012 وانا بتابع هذه الظاهره، معذره لحد 2011 وانا بتابع هذه الظاهره، ودايما بتتكرر يوم 29 رمضان. بمعنى ان هذه الليله ثابته، لان حصل اختلاف. هل هي متنقله؟ لا، الليله ثابته، لان نظريا هي ذكرى نزول القران، والذكرى لا يتغير موعدها. انا عيد ميلادي 3 يناير هيفضل كل سنه 3 يناير، مش هيجي مره 5 ابريل مثلا. بخلاف ان احنا تابعناها بالفعل ووجدنا ان هي دايما يوم 29 رمضان. فان شاء الله انتظروها يوم 29 رمضان، ما تضيعوش ولا ثانيه من صلاه المغرب يوم 28 رمضان حتى صلاه الفجر يوم 29 رمضان. الركعه فيها ب 30,000 ركعه. اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.